السلام عليكم. الفترة الأخيرة بدأت ألاحظ دكاترة الامتياز والدكاترة اللي في سنة رابعة مثلًا كله بيقول لك أو المعظم أنا عايز أسافر برّه مصر، مش عايز أكمّل في مصر، عايز أحضّر مش عارف البورد لإيه والزمالة لإيه ومش عارف أعمل إيه، عشان مش عايز أعيش في البلد دي، البلد دي بقت صعبة أوي. يا جماعة طَب إيه مبرراتكم ليه؟ كله بيقول لك نفس المبررات أكنّهم بيسمّعوا لبعض أو كلّهم حافظينه، وكله بيقلد نفس الكلام. طَب أنا هنا بس جاي أرُد على الكلام ده بس برأيي الشخصي، بحكم تجربتي الشخصية إن ممكن أكون أكبر منكم سنًا فخُضت تجارب أكتر، فبادّيكوا النصيحة وأنت ليك حرية الاختيار في الآخر. اللي يقول لك مثلًا أول حاجة إن ظروف البلد صعبة وظروف البلد وِحشة والحياة في مصر قاسية والغلو الأسعار ومش عارف البنزين والدولار والتعويم والمشاكل اللي إحنا عارفينها دي كلّها. الظروف عمرها ما كانت حلوة في مصر، والظروف أنا معاك وِحشة جدًا والأوضاع بتسوء. إمتى مصر كانت عايشة في رفاهية؟ إحنا عايشين في ظروف صعبة بس الدنيا ماشية معانا، بناكل وبنشرب وبنعلّم الولاد وبنخرج وبنتفسح وبنسافر وبنتعلم وبنصرف وبننام وكل حاجة، إيه المشكلة؟ مين قال لك إن مصر كان فيها ظروف عِدلة أوي من زمان؟ أبويا وأبوك كانوا عايشين في ظروف يمكن زينا ويمكن أصعب والدنيا كانت ماشية معاهم وطلّعونا، أجدادنا عاشوا في ظروف زينا ويمكن أصعب وطلّعوا أبهاتنا، طول عمرها مصر ماشية في مشاكل وعايشة في عدم رفاهية وظروف صعبة والدنيا ماشية على الكل. والحمد لله هي ماشيه بالستر والبركه بغض النظر عن اي حاجه، ومش بتكلم في كلام اني بطبل، لا لا والله ابدا. انا بتكلم ان مهما كانت الظروف صعبه فربك هو الرزاق. عمري ما اعتمدت ان دولار غلي ولا في تعويم، ربنا هو اللي بيرزق في اي وقت. انت اديك مثل، انت نفسك خلصت كليه طب اسنان في ظروف مصر الصعبه. انت نفسك عشت لحد بقيت شاب وخلصت الطب ودخلت في الامتياز في ظروف مصر الصعبه وقدرت تعدي المراحل دي. انت عندك ناس مغتربين كتير، سودانيين، سوريين، عراقيين، يمنيين وغيرهم، وعايشين معانا والدنيا ماشيه. يعني مش مصر شايله همك بس، دي شايله هم الناس المغتربين كمان. والدنيا ماشيه علينا الكل، كله بياكل وكله بيشرب وكله بيعيش حياته عادي جدا وكله عايش في امن الحمد لله، مش موجود في بلاد تانية. فده مش مبرر يخليك تسافر. وبعدين انت ايش ضمنك ان ظروف البلد هتروح هتكون حلوه؟ وايش ضمنك انت ظروفك انت هتبقى حلوه في بلد متخيل ان الحياه تبقى فيها مثلا ايه 100% ولا واو ولا اي حاجه؟ ايش ضمنك؟ فده مش مبرر عشان يمنعك. دي نقطه. في نقطه تانية بيقول لك مثلا ايه، احنا عدد الدكاتره كتر جدا، احنا بقينا عدد مش طبيعي، عدد رهيب. يا حبيب قلبي، احنا 105 مليون مواطن مصري، ده غير اللاجئين، او 110 كمان. يعني الدكاتره عددها بيزيد والمواطنين عددهم بيزيد. مين قال لك ان خلاص المرضى خلصوا او ان الدكاتره الموجودين عددهم خلص على المرضى الموجودين؟ وبعدين الموضوع موضوع رزق، الموضوع ملوش علاقه بعدد الدكاتره. انا مش بتكلم على المشكله بتاعت عدد الدكاتره زاد او ايه سبب المشكله ومين اللي وراها وايه اللي حصل، ما بتكلمش على كده خالص. انا بتكلم في نقطه واحده لمبرراتهم، ان العدد زاد. طب ما العدد ما يزيد، هو العدد مش هيأثر على رزقك؟ لما يزيد عدد دكاتره السنان مش هيأثر على رزقك، المواطنين بيزيدوا. يا ابني انت العماره الواحده ممكن تلاقي فيها 10 دكاتره اسنان وال10 بيشتغلوا وال10 ليهم رزقهم وليهم الحالات الخاصه بيهم. انت ممكن في نفس الدور بتلاقي اتنين دكاتره فاتحين قدام بعض، وده ليه رزق وده ليه رزقه، لان هو عباره عن رزق بتاع ربنا، ملوش علاقه بالعدد ولا ليه علاقه مش عارف ده خد المريض ده بتاعي والمريض ده مش عارف ده الدكتور ده خده مني وده عمل دعايه اكتر مني فخد العينين بتوعي. مفيش الكلام ده. العين اللي هيمشي من عندك يروح دكتور تاني، ربنا مش كاتب لك رزق معاه خلاص، ده بتاعت ربنا. فمين قال لك ان لما العدد زاد هيحصل مش عارف ايه؟ لا، ده برضو مش مبرر. دي نقطه. النقطة الثالثة، لما يجي حد يقول لك مثلا ايه، المنافسة بقت صعبة يا دكتور، المنافسة بقت كبيرة يا دكتور، احنا هنعمل ازاي؟ بص العيادات فخمة ازاي، بص العيادة عاملة دعاية ازاي، بص. يا حبيب قلبي انت مش مطلوب منك في المرحلة دي المنافسة خالص، ومش مطلوب منك تقارن بحد من الدكاترة الكبار. انت كل اللي مطلوب منك في المرحلة دي السعي. 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 عارف يعني ايه؟ بكررها. يعني بيقول لك ايه، وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. يعني انت مش مطلوب منك تتنافس مع حد ولا تقارن بحد ولا تبص لحد، انت اللي مطلوب منك بس انك تسعى للعلم، تسعى انك تتعلم. فتره الامتياز هي فتره عمرك، الفتره القاتله والفاصله في حياتك بعد كده في مستقبلك فيما بعد، دي اهم فتره في حياتك. الكليه مش هتديك كل العلم لان انت مقيد في الكليه بايه؟ بعدد حالات معين وبوقت معين وبترمات معينه، فعمره ما هيديك كل العلم، هو هيديك الاساسيات او البيزكس اللي هتمشي عليها في حياتك. انما انت بعد كده في فتره الامتياز انت معتمد على حاجه اسمها سيلف ليرنينج، انت بتعلم نفسك. انت بتشوف التعليم عندك مثلا من دكتور بتقف معاه، من امتيازك في مستشفى، من عياده هنا، اقف هنا، اتعلم هنا، اتمرمط هنا، اشقى هنا، اشتغل هنا. واوعى تفكر في فلوس، اوعى تفكر في فلوس. انت مثلا في نقطه عايز اقول لك فيها ان البلد دي احسن من غيرها في ناحيه ايه؟ انت في عندك ناس اجانب بيجوا في مصر يعملوا امتيازهم عشان يتعلموا. انا عندي في المستشفى كان في من شهرين فاتوا بنت اوكرانيه تدرس عندنا،
وفي دكاتره خدوا طب الاسنان من بلاد بره وجم هنا بياخدوا الامتياز بتاعهم مصريين، لان هم عندهم هنا فرصه في التعامل مع المرضى. هناك وبره لا، مفيش حاجه اسمها تعامل مع المرضى. يعني انت عندك فرصه هنا مش موجوده في بلد تانية، انك تتعامل مع المرضى وتتعلم من اكبر منك وهو بيشتغل على مريض. انت هتقابل في حياتك دكاتره محترمين كتير، وناس عايزه تتعلم، وناس بتخدم كتير، وممكن تقابل ناس مش قد كده. بس ده ما يمنعش ان انت توقف تعليم. انت ممكن تتعلم، تقرا، تشوف، تاخد كورسات، تحضر ماجستير. عايز تخش في حاجات اصعب من كده وتخش في مجالات ابديتد ومجالات جديده، خش فيها. المطلوب منك انك تسعى بس. اقف مع دكاتره. انا عندي في المستشفى بيجي مثلا دكاتره امتياز، نقول له انت ليك 3 ايام في الاسبوع تنزلهم، بينزل ال6 ايام. ومثلا نخلص عياده المستشفى يقول لك انا معايا حاله عايز اشتغلها تحت اشراف حضرتك وقول لي اعمل ايه. والعكس صحيح، في دكتور تلاقيه مثلا جاي ولا اي حاجه خالص، قاعد ماسك الموبايل، قوم شوف الحاله دي، طب حاضر. هتيجي مثلا 3 ايام ما يجيش اصلا خالص، وعايزك تمديله عشان يعمل الاخلاء بتاعه في الاخر. وفي دكاتره مثلا تلاقيها ملتزمه في التعليم وتستمد في التعليم وقاعد بتكوش على حالات وهكذا. فانت ما تملكش في الفتره دي غير السعي بس يا ابني. انت تسعى انك تتعلم، تسعى انك تقف، تسعى انك تركز في شغلك، تسعى انك تبني نفسك وتكون علم. ما تحطش في بالك الفلوس. اوعى اوعى يا شباب، اول ما تتخرجوا انا عايز الفلوس وتفكر في الفلوس ويكون المريض بالنسبه لك سلعه. اوعى تكون فاكر المريض بالنسبه لك هي سلعه هتطلع منه فلوس قد ايه. اول ما يجي لك اول حاله وتفكر ان دي مثلا سلعه ماديه، انت عمرك ما هتنجح. انت ممكن تكون شايف المريض ان هو حاجه هتطلع منها فلوس، وهتطلع منه فلوس وتطلع منه شغل، هتعرف تعمل كده. بس مع الوقت اللي انت عملته ده هتلاقي شغلك بيبوظ، والحالات بتظهر فيها مشاكل، وكله هيشتكي منك. والفلوس اللي طلعت في الاول اعتقادا منك انها فلوس كتير، هي هتوه على طول وهتتصرف، ما فيهاش بركه. يا في خامات، يا في تعليم، يا في صحه، يا في مشكله، مش هتلاقي فلوس انت عملتها. انما خلي فكرك الشاغل في اول حياتك مش الفلوس. الفلوس مهمه بس الفلوس هتيجي بعد كده. خلي فكرك الشاغل ان المريض بالنسبه لك حاله علميه، تشوف انت اديت فيها قد ايه، واستفدت منها ايه، وايه الغلطات اللي انت مثلا عملتها، وايه اللي ممكن تتعلمه بعد كده، وايه اللي ممكن تضيفه في حاله جديده. فاهم ازاي؟ لو انت فكرت في ده، ده هيضيف لك كتير، والفلوس هتجيلك. الرزق جاي ملوش علاقه خالص. يعني رزق الفلوس ده هيجي، والرزق مش فلوس بس، سمعه طيبه، معامله مع الناس، علاقات كتير، حاجات كتير جدا. طول ما انت بتفكر في بدايه حياتك انا عايز اتعلم، انا عايز اعمل حاجه، ربنا هيكرمك جدا، والفلوس هتيجي بعد كده سواء اجرا او عاجلا. فمش دي نقطه برضو اللي تخليك انا عايز اسافر. في نقطه برضو رابعه، يقول لك مثلا ايه، انا مش معايا فلوس يا دكتور ان اعمل عياده. انت مش شايف التكلفه بقت عامله ازاي؟ مش شايف الاسعار؟ حبيب قلبي، مصر البلد الوحيده اللي ممكن تعرف تعمل فيها عياده اسنان باي بادجت معاك. واتحداك، انا عارف انا بقول لك ايه. حبيب قلبي، انت ممكن تفتح عياده في منطقه شعبيه، ممكن تشارك في عياده في منطقه شعبيه، ممكن انت حضرتك تأجر عياده من حد هو مجهزها. مش قادر تعمل ده، ممكن تخش شيفتات في عياده جاهزه. ممكن كل حاجه تقدر تعملها باقل امكانيات ممكنه. ومش معنى كلامي انك تكروت في الشغل او تبقى شغال مش اكاديميك، لا. حاول تكون شغال اكاديمي قدر المستطاع بالامكانيات اللي عندك، وطور نفسك واعمل نفسك تكييف على اي وضع، او تكيف نفسك على اي وضع موجود. دكاتره اسنان مصر دكاتره شاطره جدا جدا، ومن اشطر الدكاتره في العالم، وانا عارف انا بقول لك ايه. تمام. الدكاتره عندنا بيشتغلوا باقل امكانيات ممكنه، وبيطلعوا احسن يعني انتاج ممكن، او احسن كفاءه في الشغل. امكانيات قليله جدا وبيطلع شغل كويس جدا، ما بالك لو توفرت له الامكانيات. والامثله كتير جدا. طلبه الامتياز تشهد، احنا في المستشفيات الحكوميه الامكانيات مش احسن حاجه، ولكن في دكاتره شاطرين جدا باقل امكانيات بيطلع احسن نتائج. تمام. فانت مش مطلوب منك، يعني مثلا برضه ممكن كلامي في النقطه دي فيها من ايه، يعني ما اشتغلش اكاديميك مثلا. طب انا مثلا افرض عايز اكس راي ومش معايا اجيب اكس راي. انا لما بدات اجرت اوضه في مسجد. بدايه حياتي اجرت اوضه في مسجد، ثم عياده 60 متر تحت السلم، لحد ما ربنا كرمني. اول عياده عندي انا ما كانش عندي اكس راي، وما كانش عندي الامكانيه اني اشتري اكس راي، بس كان في عندي مركزين قدام العياده عندهم اكس راي. فكل ما كنت احتاج اكس راي سواء بانوراما او بري ايبيكال، كنت اقدر اصور المريض حتى في حالات الاندو. فعشان كده بقول لك انت ممكن باقل امكانيات ممكنه تعرف تعمل حاجه وتشتغل اكاديميك. فما تبررش ان انا مش معايا اكون او مش معايا اعمل، لا. اوعى تبص للعيادات الكبيره، اوعى يكون منافستك او التارجت بتاعك دلوقتي عياده كبيره او فخمه. مفيش حد نجح الا بعد عناء والا بعد مرمطه. ولما تسافر بره مش تنجح بسهوله، هتتعب وهتتمرمط برضه. مش مطلوب منك غير السعي. ما تقعدش تقول مثلا بص الامكانيات بتاعت ده، بص الدعايه. انت في يوم من الايام ممكن تكون احسن. انا لما كنت مثلا عندي طلبه في امتياز،
بيتدربوا تحت ايدي في يوم من الايام، في منهم وصل لمراحل ما شاء الله ما شاء الله، رغم انه اصغر مني سنا، اعلى مني ومن دكاتره ثانيه في حاجات كتير. انا في قسم جراحه في ناس اشطر مني في الجراحه بيشتغلوا حالات اصعب مني، رغم ان هم كانوا في يوم من الايام بيتدربوا تحت ايدي، بياخدوا البنج ازاي، يدوا البنج ازاي للمريض. وفي دكاتره داخل قسم التقويم، وممكن الواحد لو احتاج حالات يجيبهم. وفي الجراحه كمان رغم ان تخصصي في ناس احسن مني رغم انه اصغر مني، وده يعني ارفع لهم القبعه شابوه. الناس اجتهدت، ناس تعبت، ناس دخلت في مجال حباه، تخصصت فيه، ادت فيه كويس في الظروف الصعبه بتاعت البلد. ناس كتير جدا نجحت في مصر في ظروف البلد الصعبه. ما تخليش المبرر بتاعك ده. وبعدين انت لو بتتكلم مثلا في البادجت بتاع الاسنان، انت تقدر تعمل يعني في فنيين كتير جدا بيجيبوا كراسي اسنان قديمه عمرها 10 سنين 15 سنه ويعملوا لها ابديتس يجددوها، تقدر تشتغل بالكرسي ده عادي. تقدر تشتغل بجهاز تعقيم مثلا بالتقسيط، او جهاز تعقيم مثلا بس يكون محترم كلاس بي باسعار كويسه، او مثلا جهاز حد عايز يبيعه فرصه، هتقدر تعمل اي حاجه. اضعف الايمان حبيب قلبي انت ممكن مثلا تاجر حاجه، او تشير مع حد في حاجه، او ان انت مثلا تشتغل شيفت في مكان معين. الشغل موجود والرزق موجود، انت مش مطلوب منك غير السعي. شباب، انا اديت الكلام ده من قلبي لوجه الله. انت ليك حريه الاختيار في السفر، يمكن يكون الخير في السفر الله اعلم. انت قبل اي قرار استخير ربنا وشوف الخير مكتوب لك فين. مكتوب لك بره توكل على الله، مكتوب لك هنا خليك هنا. بس مش كل الشباب مؤخرا لا 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 البلد وحشه انا عايز امشي وبيستسهل. مفيش حاجه هتيجي بالسهل سواء هنا او بره. احنا تعبنا وشقينا واتمرمطنا وما زلنا بنتعب، وانت مطلوب منك كده. انت كل اللي مطلوب منك السعي. اسعى كويس في الاول، وبعد كده الرزق ما تفكرش فيه بتاع ربنا. رزق الفلوس والعلم والسمعه والمكان والشغلانه هتجيب لك. الشغل هيجيب لك مش لا. فما تقعدش تبرر البلد وحشه ومش وحشه ومش عارف ايه. انا يا اخي جالي فرص سفر كتير وما رضيتش، وكانت تبقى اسهل ليا كتير وهتريحني كتير. ما رضيتش. البلد حلوه وانا عندي انتماء للبلد، خلاص دي حاجه تخصني. بس قصدي اقول لك ان الرزق سواء هنا او بره كده كده هيجي لك. فبلاش التبرير ده والمصري مش عارف ايه والاجيال كلها تفكر بالطريقه ده، الموضوع ده مش صح. نقطة أخيرة، ملحوظة أخيرة قبل ما أمشي، بالنسبة للدكاترة الكبار اللي دايما يحبطوا الشباب، أو مثلا يجي يقول لك إيه، أنا الأسنان أوحش حاجة، أنا لو رجع بيا الزمن مش هخش طب أسنان تاني، أنا مش هدخل ابني طب أسنان أنا. طب حضرتك ليه بتقول الطاقة السلبية للشباب؟ ليه واحد لسه بيخش في مستقبله تروح عنده إحباط أصلا تديله إحباط أكتر من كده؟ طب حضرتك لو من ظروفك مش حلوة في الطب الأسنان ما غيرتش الكارير بتاعك ليه؟ غير الكارير بتاعك لحاجة تانية عشان تقدر تنتج فيها. ما تصدرش الحاجة دي للشباب. انت مثلا، انا مثلا كعمرو، انا لو رجع بيا الزمن اخش طب اسنان تاني. انا واحد كنت عايز طب بشري وما جاتليش، وايقنت بعد كده ربنا اختار الاصلح والاصلح في طب الاسنان، واتمنى ابني يبقى دكتور اسنان. مش هكره، ولو رجع بيا الزمن هخش طب اسنان 100 مره، لان الرزق موجود فيها والسعي موجود فيها والعلم موجود فيها، وما كنتش اعرف اعمل حاجه غير طب الاسنان. شباب، ما تسمعوش لتجربه اي حد. في واحد ممكن يكون ربنا ما وفقوش في طب الاسنان، انت ممكن ربنا يوفقك وتبقى ظروفك احسن مني ومن ناس كتير وتقدر تعمل حاجه. فانا بقى كل اللي بقوله اختصارا للفيديو ده هم حاجتين: مطلوب منك تسعى، والرزق ما تحملش همه، الرزق جاي جاي. اتمنى يكون الفيديو افاد الناس، وربنا يكرمكم جميعا سواء في مصر او غير مصر. وانا مش بتكلم ان انا بطبل بقى، او ان انا بقول لك البلد واطلع لك وقت ابدا. يا عم عايز تقعد اقعد، عايز تسافر سافر، بس بلاش كلكم نفس الكلام وتحبطوا. والله الدنيا كويسه، والله ربنا رزاق، والله انت ما عليك غير انك تسعى. حتى لو انت مش مدعم من اهل او من غيره، في اصعب منك في ظروفه كان شغال بايده بدراعه وقدر يعمل كل حاجه بتوفيق ربنا، ما كانش يملك اي شيء وقدر ربنا يخليه يملك كل شيء بعد كده. والله الموضوع روحاني وليه علاقه بالرزق بتاع ربنا. ما تحمل هم رزق غير انك تسعى فقط. هتقابل عقبات وهتقابل ناس معقده وهتقابل دكاتره كتير واساتذه كتير صعبين ومشاكل هتكسرك وهتوقعك. ربك هو اللي شايف الظروف وملم بيها وعارف الخير بتاعك فين. مهما كانت الظروف صعبه عليك هتمشي معاك في مصر او غير مصر. ليك حريه الاختيار، استخير قبل اي شيء، وربنا يكرمكم جميعا. شكرا، سلام عليكم.